المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فحضرتك النهارده كل ده اتهامات وبلاغات وادعاءات من طرف. فلان الناس دي المفروض ان هي دي الصفه المحايده بتاعتهم، ان هو بياخد الطرفين. بعد كده التحقيقات هي اللي بتاكد مين قام ومين ما قامش، وكلمه الفصل بترجع للمحكمه، ما بترجعش للشرطه ولا بترجع للنيابه. الفصل هيكون عن طريق المحكمه. ماشي. تقصير تقصير مستشفى زفت العام في التقرير، لان اثناء متابعتي للتحقيقات بتاع النيابه وجدت ان تم استخراج المتهمين بتاريخ 15/5 لعمل تقرير مبدئي، في حين ان الناس دي مصابه عندك، وعملت محضر باجراء بخروج عماد للمستشفى لوجود اصابه فيه بالخصيه، والنهارده ان هو ما كانش قادر يستحمل. دي العمليه اللي هو كان ناوي، دي خاصه بعماد. انا بشرح موقف عماد وبوضح قصور المستشفى. عماد مش عبد العظيم اللي تم احضاره ده لا حضرتك، النهارده عماد دوت اول من قام اول من تم ضبطه واحضاره في الواقع هو مختار. اما عبد العظيم البرغوث ده تم ضبطه واحضاره يوم الاثنين الساعه 5 صباحا بناء على امر من النيابه العامه بضبط واحضار كل من عبد العظيم، مختار احمد، ابراهيم، عبد الرحمن، طلعت. 5 مطلوب النهارده ضبطهم واحضارهم. ان المباحث لما نزلت ما احضرتش غير عبد العظيم، وطبقا للروايه اللي هم بيرووها بقى لاهالي البلد ان مفيش حد او المباحث ما راحتش ناحيه الطرف التاني خالص. فانا النهارده كل ده بيثير الشكوك تجاه موكليني وتجاه الناس ان ممكن يبقى في انحياز. بس انا زي ما قلت لك، انا شايف ان افضل صوره ممكن نتخيلها ان اي ضابط او اي رئيس مباحث بيبقى عنده مشكله فبيحاول يلمها قبل ما يكبر، عشان ما نوصلش من جنحه او واقعه ضرب لواقعه قتل او ازهاق روح. لكن النهارده لما نيجي نقول في تلاعب في اوراق، تم التلاعب في الاوراق من ناحيه المستشفى، لان انت النهارده كمستشفى انت ليك اجراء بتتبعه اثناء دخول المصاب لك. اول حاجه انت بتعملها بتأيده في دفتر الاستقبال بتاعك وبتديله تذكره استقبال، فبياخد تذكره الاستقبال وبيخش يتم الكشف الظاهري عليه. واذا كان في اي جروح هيتم تخييطها او اي اجراء طبي هتتبعه معاه حفاظا على سلامته وحفاظا على حياته بتعمله. فدوت دورك، لان ده الدور الملائكي اللي احنا عرفناه عن الاطباء وعن المستشفيات، وده الدور اللي هم المفروض هيقوموا بيه بصفه كامله. انما النهارده لما اجي اقول لك انا عايز منك ورقه، او المفروض انك بتقول ان الناس دي دخلت عندك يوم 12 عشان حقهم ما يضيعش، فانت النهارده تقول له الناس دي دخلت عندي يوم 12. انما انك تخفي ادله او تخفي او تتواطأ في اخفاء ادله على النيابه او على المحكمه، المستشفى اخفت الدليل كاملا. يعتبر اخفى الدليل بناء على ما توصلنا اليه او على ما ورد في تحقيقات النيابه العامه لحد النهارده، لان لحد النهارده لم يتم اثبات ان هم دخلوا يوم 12/5 المستشفى الساعه 5:15 لحد النهارده في تحقيقات النيابه. ماشي.